بتقضي نص يومك على السوشيال ميديا وعمرك فكرت المحتوى اللي انت بتشوفه ده مين اللي بيصممه او مين اللي بيكتبه؟ الوظيفة دي يا سيدي اسمها الكونتنت كرياتور او الكونتنت ماركتير، وخليني اقول لك كل حاجة عن الوظيفة دي دلوقتي. الكونتنت كرياتور هو اللي بينتج المحتوى، فيديو، صورة، بوست او حتى بودكاست. اما الكونتنت ماركتير فهو بيركز ازاي يوظف المحتوى ده علشان يحقق اهداف الشركة، سواء كان زيادة مبيعات او حتى تحقيق ليدز او حتى وعي بالبراند. اهم الادوات والمهارات المهمه للكونتنت: تعليم ادوات التصميم زي الكانفا والفوتوشوب، ادوات الجدوله زي البافر او الهوت سوت، مهارات كتابه وابداع، زائد تحليل وفهم للجمهور. السلم الوظيفي الطبيعي لوظائف المحتوى: تبتدي جونيور كونتنت كرياتور، وبعد كده تبقى كونتنت استراتيجيست، بعد كده تبقى هيد اوف كونتنت، وفي الاخير ممكن توصل لحد ما تبقى ماركتنج دايركتور. متوسط الرواتب عالميا بالنسبة لموضوع المحتوى بنتكلم من أول 500 أو 600 دولار تقريبا، بتوصل لحد 3 و 4000 دولار لو هتوصل في يوم من الأيام تبقى ماركتنج دايركتور. الطلب على الوظيفة دي بيزيد جدا بسبب توسع الشركات في التسويق الرقمي، والاي اي تولز بتساعد، لكن الإبداع البشري لسه الأساس. ولو عاوز تعمل كارير شيفت وتبقى كاتب محتوى، ابدأ اتعلم كتابة محتوى صح وتسويق رقمي أونلاين. اعمل بورتفوليو بسيط حتى بمشاريع شخصية. شارك شغلك على لينكدين او انستجرام علشان تبدا تبني وجودك. شاركني في التعليقات وقول لي لو نفسك تبدا الوظيفه دي ايه اول حاجه تبدا تعملها. تابعوني الحلقه الجايه عشان هنتكلم عن الكوبي رايتر.